فنيا انا شايف ان كابتن علي ماهر تعامل مع المباراه بشكل منطقي وبشكل واقعي جدا جدا، بدايه من التشكيل رغم ان كان عنده غيابات وعنده اصابات مفاجاه اثناء الاحماء، اصابه دبش، غياب باهر المحمدي، الكلام ده قادر ان هو يربك حسابات اي مدرب. لكن الراجل تعامل مع الموقف بشكل سليم، راح مدخل حسين السيد يلعب سنتر باك جنب عمرو موسى، وخلى عمرو سعداوي هو اللي يلعب كظهير، ولعب بثلاثه في نص الملعب وثلاثه في الخط الامامي. حتى التغييرات بتاعته النهارده في مباراته قدام فاركو مقارنه بالتغييرات اللي عملها قدام النادي الاهلي، لا كان في واقعيه كبيره لما بدا يحس ان فاركو خلاص الراجل مش باقي على حاجه وبيخسر الثلاث نقط والمباراه بتهرب منه، وبدا يعمل تغييرات هجوميه، وكان عنده رد فعل سريع ان هو بدا يقفل نص الملعب وينزل لعيبه عندها نزعه او عندها شراسه دفاعيه قويه زي ايزي ايميكا وزي امادو، وبدا ان هو يلعب زون ديفنس لان هو مدرك كويس قوي اهميه الثلاث نقط، وان الثلاث نقط دول هيفرقوا معاه كتير الفتره اللي جايه. المشكله بس الوحيده اللي كانت موجوده عند النادي المصري النهارده في المباراه هي الجزئيه دي، المنطقه بتاعت نص الملعب. مش عايز اقول ان هي كانت ديفو او ان هي كانت عيب موجود في الجيم، لان الثلاثه لعيبه جامده جدا، سواء محمود حماده راجل لعيب دولي منتخب مصر، الياس الجلاصي لعيب كبير جدا وفرق كتير قوي مع النادي المصري بالنسبه لادائه، سمير فكري راجل لعيب كويس وعمل موسم استثناء مع فريق الداخليه السنه اللي فاتت. لكن انا بتكلم على الحاله اللي اللعيبه دي بتظهر عليها اثناء المباراه، سواء بقى مباراه النادي الاهلي او المباراه بتاعت النهارده، ما خدتش اي انتاج منه. خلينا متفقين ان طول ما انت عندك نص ملعب قوي هو ده العمود الفقري بتاع الفرقه، هو ده اللي بيتحكم في رتم المباراه، هو ده اللي بيدي لك الافضليه، هو ده اللي بيعمل لك الاستحواذ، هو ده اللي بيقدر يشكل لك الجبهات، هو ده اللي بيقدر يعمل ستاره قدام خط الظهر ويمنع عنه الهجمات اللي بتكون فيها شراسه على المرمى، هو ده اللي بيعمل الاضافه في ظهر الخط الامامي بقى، سواء هنا محمد الشامي او مروان حمدي او هنا ميدو جابر. انما كان في جاب كبير جدا ما بين كل الخطوط سواء هنا او هنا او هنا. انا بلاعب سمير فكري هنا ليه؟ عشان يعمل لي جبهه مع عمرو سعداوي ويعمل لي جبهه مع محمد الشامي، والراجل يزيد هنا في ظهر مروان حمدي ويعمل كثافه عدديه ويشوط ويشتغل ويستخدم الامكانيات بتاعته، السرعه والمهاره، وان هو يقدر ان هو يسجل. نفس الكلام بينطبق على الياس الجلاصي، يعمل جبهه مع كريم العراقي ويعمل جبهه مع ميدو جابر. الكلام ده مش موجود، لا في شوط ولا في ثرو ولا في مثلا تحركات في ظهر الناس، خصوصا الناس دي واقفه كده يعني تحس ان هم في تمرين بيرحلوا فقط لا غير، لكن في ظهرهم هتلاقي في مساحات كبيره جدا. الثلاثه دول هم شاغلين نفسهم ان هو عايز الكره في رجله، مش عايز يتعب نفسه، فده اثر كتير قوي على اداء النادي المصري. فبالتالي ده هتلاقيه على طول واخد طرف الملعب الخط ميدو جابر، نفس الكلام محمد الشامي، يمكن الشامي الوحيد اللي على استحياء بيطلع لبره، يروح تلاقيه مره واحده يروح قاطع في عمق الملعب، بيحاول ان هو يتحرك في ظهر الناس، انما الكره ما بتروحلوش بشكل متقن او بشكل مؤثر. الراجل ده صحرا بقى، المفروض ان ده اللي انت بتعتمد عليه وده المحطه بتاعتك، ان انت بتشتغل عليه كروسات عرضيه، بتشتغل عليه دبل باص، بيلعب برجله كويس وبيلعب الالعاب الهوائيه مميز جدا فيها، فهو بعيد عن الماتش، فهو عايز يحس احساس المباراه، فبيضطر ان هو ينزل في الحته دي عشان يبدا يلمس ويبدا ان هو يحس ان هو موجود في الجيم، عنده احساس الملعب، فده بيجي على حساب الحته الهجوميه دي. فبص تلاقي الناس دي مرتاحه